بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا في احسن احوالكم. هعمل معاكم النهارده ان شاء الله صينيه البطاطس باجنحه الفراخ ورقبه الفراخ وكده، يعني فراخ مربيه في البيت، فباخد الحوايج بتاعتها اعمل بقى صينيه بطاطس في الفرن، صينيه كرنبيت، اي حاجه بقى ممكن تعملها لوحدها كده ببصل وفلفل اخضر ويعني وطماطم وخلاص، ومن غير بطاطس. لو مش حابه تضيفي بطاطس، حابه تضيفي لها كوسه، حابه تضيفي لها بسله، اللي يريحك. المهم بتبقى وجبه يعني ايه، غذائيه كده كامله. في ظروف الغله اللي احنا فيها ديت لازم نوفر وندبر في اكلاتنا ونعمل حاجات كده يعني كويسه. حاسه ان انتي تقدري تشكلي كذا وصفه من الفرخه او من البطه. تمام. ادي الاجنحه اهيت يا جماعه، والرقابي بوريها لكم يعني. شوحتها كده، طبعا غسلها نضيف ومظبطاها. حطيت كده معلقه سمنه وقدحت، رحت نازله ايه بالاجنحه دي. كنت متبلاها كده طبعا بفلفل وملح وسبتهم شويه كده حوالي ربع ساعه. وبعدين نزلت بوم ايه على معلقه السمنه المقدوحه في الصينيه اللي هشتغل فيها وهعمل فيها البطاطس بتاعتي. الشوحوا كويس، خرطت عليهم كده بصلتين 3 4 كده. كميه البصل اللي انت عاوزاها ضيفيها، مفيش مشكله. البصل بيحلل صينيه البطاطس ويخلي طعمها حلو. بتقلبوهم كده وتشوحوهم مع بعض وتدولهم تقليبه حلوه قوي، وبعدين تنزلي عليهم بالبطاطس، تدولهم تشويحه مع بعض كده، البطاطس بالاجنحه بالفلفل بالبصل بكله كده، الفلفل الاسمر يعني قصدي. وبعد ما تقلبوهم كويس تنزلي عليهم بالطماطم. تمام. وعلى طول بقى هندخلها الفرن. انا مش هسيبها يعني على نار البوتاجاز تاخد غلوة او حاجة، لا، على طول هدخلها الفرن. البطاطس بتاعتي من النوع اللي بيستوي وبتبقى حلوة قوي في الاكل، اللي هي البطاطس القرا يا جماعة، اللي هي ام نقطة حمرا ديت، او الزبونة عموما. يعني البطاطس كلها طعمها حلو اليومين دول. اقلبهم كده بقى على طول وادخلها بقى الفرن. اول ما تغلى اهدي عليها بقى واسيبها تستوي على نار هاديه كده. خدي بقى منها احلى صينيه بطاطس. بظبط لها بقى الملح بتاعها وربع معلقه سكر، ولو محتاجه شويه فلفل ماشي، مش محتاجه خلاص هي كده مظبوطه. عندك مكعب مرق دجاج وعاوزه تضيفيه برضو كله شغال، مش حابه ما تضيفيش، انت وراحتك. هقلبهم كده بقى ويلا بينا على الفرن بقى ندخل صينيتنا. اوريها لكم في الفرن كده شكلها ايه. ادي الصينيه بتاعتنا دخلتها في الفرن اهي. شايفين النار يا جماعه؟ يا دوبك بس انا معليه من تحت الجناب كده، مش معليه. ليه؟ عشان وش الصينيه ما ينحرقش معايا وهي تبقى لسه ما استوتش. لا، بعلي من تحت خالص وزي ما انتوا شايفين الشعله اللي في الجناب الاتنين كده بالشكل ده. تمام. هنا بقى خلاص الصينيه بتاعتنا استوت بدأت تاخد لون اهي. شايفين الاجنحه وشايفين البطاطس، بس لسه برضو ما خدتش اللون الجامد اللي انا عاوزاه. ادي بقى هي خدت كده، كنت خرجتها من الفرن وادي شكلها يا جماعه. بألف هنا وشفا يا رب الله ياكل. يعني ما تقفش على حاجه، مش لازم فرخه او بطه سليمه ان انت تعمليها وصفه لاولادك، لا. باجنحه الفراخ باجنحه البط. احنا هنا في الريف بنربي طيور في بيتنا، يعني بتبقى الحاجه ايه، متوفره معانا شويه. والله هي صح كلها بتكلف، بس عموما يعني انت ما بتربي في بيتك بتعرفي تاكلي ولادك، وتعرفي لو جالك ضيف تعرفي تكرميه يعني وتعملي له احلى واجب. وطبعا معروف عن الارياف اهل الكرم كله. نعمل بقى شويه رز بشعريه كده جنب صينيه البطاطس بتاعتنا. على فكره انا بسجل لكم يا جماعه وانا قاعده قدام الفرن بسوي قراقيش والله. تمام. ابني طلب قراقيش، مسافر بكره رايح الجيش، وقال يا ماما اعمل لنا شويه قراقيش كده خدهم معاك. فانا والله قاعده قدام الفرن وبسجل والله الفيديو ده انا كنت مصوراه امبارح، وقاعده اهوت بسجل لكم الصوت عليه وانا بسوي القراقيش. يا رب ربنا يديم علينا الخير يا رب، ويديم علينا الصحه ونعمل لاولادنا كل اللي هم عاوزينه يا رب. الشعريه يا جماعه بتحمرها باللون ده، لون دهبي كده جميل، بحيث ان انت ما تحمرهاش عن كده عشان ايه، ما تغمقش معاك حبايه الرز. لو حمرتها زياده عن كده بتبص تلاقي اما الرز يستوي خد لون غامق معاك من الشعريه، تحمير الشعريه. اللون ده حلو قوي، لون ذهبي وجميل. نبدأ بقى ننزل بالرز بتاعنا على الشعرية كده وندولهم تشويحة حلوة مع بعض.
على النار برضو، يعني مش تقلبيه وتزوديه ميه على طول، لا بدله تشويحه كده حوالي 10 دقايق، ربع ساعه، انت وايدك في التقليه. اهم حاجه ان هي ما تلزقش منك لغايه ما تسمعي كده صوت طقطقه، تعرفي ان الرز بتاعك اتغلف كله كده. تزودي بقى ميه مغليه، تبص تلاقي شويه الرز بتوعك مفلفلين وزي الفل، ولما تقدموهم كده لولادك او تقدموهم لضيوفك يبقوا مفلفلين كده، والحبايه كده مفرفره وزي الفل. تبدرها كده، تنزل لك حبايه حبايه مش ماسكه في بعضها. ادي شكل الرز يا جماعه، شكل اللون الشعريه، وبقول لكم ان الرز حبايته اتغلفت اهوت. زودته بقى العقد بتاعه، وحطيت له مكعب مرق الدجاج. على فكره مكعب مرق الدجاج بيفرق قوي في طعم الرز بشعريه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم الطريقه يا حبايبي. اسيبه بقى يستوي، هوريهولكم برضه اهوت بعد ما استوى. هنا بقلب بس واغطي ونشوفوه بقى ايه بعد ما استوى. ادي يا جماعه شكل الرز كده بعد ما استوى. شايفين الحبايه مفلفله ازاي، ولا الشعريه لما تحس ان هي واقفه كده على وش الرز كده تعرف ان ايه طبختك مظبوطه. وادي الصينيه بتاعتنا، وبألف هنا وشفا يا رب للي شافه، وبألف هنا وشفا للي هياكل. اتفضلوا يا غاليين عليا، ولو ان هي اتاكلت امبارح يعني. لو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان ايه الفيديو ينتشر والكل يستفاد منه. مع السلامه يا احلى اخوات.